بصراحة ما لقيتش خبر أحلى من كده ابتدي بيه الحلقة. خبر على بوابة الأهرام بيقول إيه؟ وائل غنيم يصل من دبي. ده عنوان الخبر، كاتبه حد اسمه حسين الزناتي. الخبر نفسه بقى: وصل الناشط السياسي وائل غنيم القاهرة مساء اليوم الأربعاء قادما من دبي على متن طائرة الخطوط الإماراتية. وعقب وصوله إلى مطار القاهرة قام وائل غنيم بإنهاء إجراءات وصوله. إيه الخبر في كده؟ أنا وقفت قدام الخبر دوت وقلت لازم ابتدي بيه الحلقة. ايه الخبر في كده؟ انا مش فاهم لحد دلوقتي ايه الخبر في ان وائل غنيم جاي القاهرة يوم الاربع، جاي من دبي على متن طائرة الخطوط الاماراتية، وعقب وصوله الى مطار القاهرة قام وائل غنيم بانهاء اجراءات وصوله. اي حد في الدنيا، اي حد في الدنيا، اي بني ادم في الكون جاي من دبي على طائرة خطوط اماراتية وصل مطار القاهرة هينهي اجراءات وصوله. ايه المعجزة اللي وائل غنيم عملها عشان اكتب عنها خبر؟ انا مش فاهم بجد يعني. يعني انا كان ناقص يكتبوا لي جايب هدايا لمين من دبي وهو جاي مصر. ايه الخبر في كده؟ اي حد جاي من بره بيعمل اجراءات. اي حد بيجي يرجع من بره بعد ما بيخلص الاجراءات بيركب وبيروح المكان اللي هو مروحه، فندق، بيت، شقه، عند واحد صاحبه، حد جاي ياخده بالعربيه. انا مالي بالكلام ده كله؟ احنا ايه اللي بيخلينا نركز في الحاجات دي قوي كده؟ يعني ايه اللي يخلينا، مش احنا طبعا، يعني ايه اللي بيخلي وسائل الاعلام والميديا بشكل عام تركز في الحاجات دي عشان توصلها لنا؟ يعني انا هستفيد ايه لما اعرف ان وائل الغنيم جه على خطوط الطيارات الاماراتيه؟ مش هستفيد اي حاجه، ما عنديش اي وجه استفاده للمعلومه. انا كمستمع للخبر مش هستفيد اي حاجه ان انا اعرفها ان هو جه عن طريق الخطوط الاماراتيه. الجريده هي اللي هتستفيد، مش انا. اللي ناشر الخبر هو اللي هيستفيد، مش انا. الموقع هو اللي هيستفيد، مش انا. بس في الاخر عرفت ان وائل الغنيم جه. طيب يا سيدي، الحمد لله على السلامه، ونورتنا وشرفتنا، وتعالى اشرب الصنعه والكلام الجميل اللي احنا بنقعد نقوله ده كله. يا ريت الخبر الجاي اللي يتنشر، اتمنى يعني ان انا اسمعه، هو خبر عودة المعتقلين لبيوتهم وبيوت اهاليهم اللي ما يعرفوش عنهم حاجة. الناس اللي نزلت عشان الناس اللي موجودة دلوقتي تبقى موجودة دلوقتي. حق الناس اللي ماتت عشان الناس اللي موجودة دلوقتي تبقى موجودة دلوقتي. لسه محدش جاوب. بس احنا بنعرف ننظف الشوارع، وبنعرف ننظم المرور، وبنعرف نعمل حملات تنظيف في الشوارع من الباعة الجاهلين، وبنعرف نعمل كل الإنجازات التانية، وبنعرف نمشي دبابات في سينا، وبنعرف نعمل كل حاجة. حق الناس اللي ماتت فين؟ ولا حد يعرف عنه حاجة. انتوا عارفين لو جيتوا حسبتوا الموضوع بجد هتكتشفوا ان الثورة المصرية ديت ليها مكسبين بالظبط. أولهم، وده بجد على فكرة، نسبة مبيعات الأعلام ارتفعت بشكل غير طبيعي في السنة ونص أو السنتين اللي فاتوا دول. وده كان شيء غير متوقع من قبل كده، لأن هي ما كانتش بتزيد غير بس في ماتشات كأس أفريقيا. ده اللي احنا كنا بنشتري فيه الأعلام بس ساعتها. والمكسب التاني المهم قوي ان محطة مترو حسني مبارك بقى اسمها محطة مترو الشهداء. بس بس مفيش اي حاجة تاني. هما دول الحاجتين. وعلى فكرة محطة مترو الشهداء ساعات بيشطبوا عليها وبيكتبوا عليها ابناء مبارك عادي يعني، او بيكتبوا عليها حسني مبارك تاني، مع ان كل الناس اللي بتنزل في المحطة دي بتقول عليها رمسيس. والناس دلوقتي بتتخانق عشان تقول هي الشهداء ولا حسني مبارك. احنا كلنا هنموت على فكرة. الناس دي مش هتعيش قد ما عاشت. المشكلة بس اللي احنا بنعاني منها دلوقتي ان الناس اللي خلاص مش هتعيش قد ما عاشت مش مقتنعة ان هي مش هتعيش قد ما عاشت، فمثبتة شوية في الدنيا. ده بخلاف طبعا السمنة البلدي اللي كلوا دماغ اللي خلفونا بيها، اللي ما نعرفش اذا كانت سمنة بلدي ولا تكون حقنة الشلكليطة. رجع يا خالة.